داخل هذا البرنامج. لو أي حد يعرف اتنين متخاصمين، أنا عن نفسي مستعد، ومشايخنا الأفاضل في القرية وفي كل مكان، وأجيب لهم علماء من كل مكان نجلس بينهم ونعمل قعدة صلح على هذه القناة المباركة. وفقكم الله إلى ما فيه الخير، وإياكم والخصام، إياكم والخصام، ودمتم في معية الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. طبعا احنا بنعتذر للساده المشاهدين على تاخرنا في الفيديوهات. طبعا لا يمكن حصل لي ظرف طارئ، وطبعا ان شاء الله انا هعمل عليه فيديو، لان الظرف ده كان بالنسبه لي حاجه كده نصب وكده واتثبت. فطبعا انا هنعمل حلقه باذن الله على الموضوع ده، عشان خاطر نحاول ننوه الناس وننبههم ازاي ما يوقعوش في الخطأ اللي انا وقعت فيه. طبعا معايا فضيله الشيخ ابراهيم ابو العمده. طبعا هنتحدث اليوم على احد الاسئله اللي جات لنا من اصدقاء ومتابعين الصفحه. ليه الاخوه بيكرهوا بعض؟ عنوان الحلقه اليوم الاخوه في الاسلام، حق الاخ في الاسلام. طبعا هيكون معنا فضيله الشيخ، هيتحدث مع بعض في الموضوع ده، وان شاء الله نطلع من الحلقه باستفاده وبمعلومه يعني تفيد الاخوات ازاي اصلا يجربوا من بعض، وازاي ما يبعدوش عن بعض وما يكرهوش بعض. اتفضل يا فضيلة الشيخ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمده حمد الشاكرين الذاكرين، ونقر بالوحدانية لله تعالى، فنشهد أن لا إله إلا الله الذي جعل نسبنا نسب الأخوة في الدين والإيمان. فخاطبنا في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. والقرآن الكريم بعد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا. فعندما هاجر من مكة إلى المدينة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم آخى، ونحط تحت كلمة آخى مليون خط، بين المهاجرين والأنصار. فالأخوة في الدين مقسمة إلى قسمين: أخوة دينية محمودة، وهذه ما أعطاها الله لنا في القرآن الكريم عندما يخاطبنا: فأصبحتم بنعمته إخوانا، تآلفنا على الدين، تآلفنا على المحبة. وهذه الآية رقم 103 في سورة آل عمران. ثم أضاف الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، الآية رقم 10 في سورة الحجرات، اللي الإعلامي الأستاذ محمد ثروت بارع في قناته، إن شاء الله نتمنى له التوفيق، جايب موضوع شيق. والراجل اللي سأل السؤال يبدو عنده مشكلة، وكلنا عندنا مشاكل مع الإخوة أكيد. طيب، بداية الأمر قابيل قتل هابيل، كانوا إخوة، كان يتشاجرا مين يتجوز. كان قبل البعث والدين والإسلام سيدنا آدم ربنا خلقه، ثم خلق حواء من طبعا سيدنا آدم عليه السلام خلق من طين، وبعدين خلق أمنا حواء من ضلع من آدم، وبعدين تزوج فأنجب قابيل هابيل. بعد كده أنجب بنتين، فكانت إحداهما جميلة والباطن زي ما بنقول جلابة، والتانية ذات جمال أقل نسبة، فتعارك فقتل قابيل هابيل. طيب، وبعدين بعد ما قتله فبعث الله غرابا ليعلمه كيف يواري سوءة مين؟ أخيه. كلمة إيه؟ أخيه. أنت قتلت أخوك عشان أمر، وده أمر مقدر من الله. فإذا بالأحداث تتوالى عندنا في الدنيا، وحتى عندما بعد ما نموت، إذا كنا في تعارك وخصام وشجار وأسبابه معروفة، يا إما في البيت من السلايف اللي هم الحريم اللي هم أشقاء الرجال، تيجي زوجة الأخ توجع أخوه في أخوه عشان كلمة مع العيال تشاجروا مع، هي مش عاجباها سلفتها، يبقى تبدأ المشاكل، يبدأ الأخ يعارك أخوه، يبدأ الميراث، يبدأ لا ما تاخدش الحتة ديت، لا أخوك الكبير أخوك الصغير
اختك ما تورثش، تبدا المنازعات وهوى الشيطان وزين لهم الشيطان اعمالهم. فربنا سبحانه وتعالى لما ان شاء الله كده ربنا يبلغنا الجنه، قولوا امين اللهم صل على سيدنا النبي. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر ايه متقابلين. يعني احنا هنتعارك في الدنيا بس ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا ونصطلح في الاخر. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما انا هتشجر مع اخويا واخويا هيتشجر معايا، طيب ربنا وضح لنا في سورة سيدنا يوسف القصص القرآني الجميل، اخوات سيدنا يوسف كان 11 واخوه شقيقه بنيامين. طب عملوا عليه التمثيلية وكلنا عارفين التمثيلية، وخدوه وألقوه في غيابة الجب، وبعدين عملوا مكيدة. شوف بقى لما يبقى كانوا اخوة عصبة على سيدنا يوسف يقوم ربنا ينجيه. يعني انت بنصيحتي للأخ السائل ونصيحتي لكل 2 متشاجرين يا أستاذ محمد، اصطلحا مع الله. شوف سيدنا يوسف في النهاية عمل معاهم ايه، برضو كانوا يمكرون ويمكر الله، وسيدنا يوسف يمكر عليهم ووضع الصواع في الخرج بتاع اخوه عشان يطلع اخوه سارق وبتاع عشان ياخد اخوه منهم، بعد ما عملوا فيه كل ده وبعدين اطلق سراحهم وسامحهم. فاحنا لابد احنا ما نمشيش. طيب الشيء المذموم، احنا قلنا الشيء المحمود ان الاخ يحب اخوه، لكن الشيء المذموم واخوانهم يمدونهم في الغي. سورة الأعراف الآية 202 لإخوانهم الذين كفروا كانوا إخوان الشياطين. أسماء نسمع عن إخوان، نسمع عن إخوة، نسمع عن الأخت في القرآن برضو لما في آية في سورة الأعراف لعنت أختها. طيب يا عمي، وبعدين حرمت عليكم إلى وصل إيه وبنات الأخ وبنات الأخت، يبقى كلمة أخ وكلمة أخت. وبعدين بالبلدي كده المثل اللي قاله جدي وجدك زمان، اللهم صل على النبي المصطفى العدنان، اللي بتعترس وهو ماشي لا بيقول أب ولا بيقول أم، بيقول إيه يا أستاذ محمد؟ بيقول أخ. أخ. فحافظ على أخوه، هو السند بعد أبوه. إذا كان الأخ كبير لم إخواتك حواليك، ضحي شوية زي ما أبوك ضحى، قعدهم، اللي نفسه في حاجة اعطيها له، لأن الدنيا. حبيبنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وضح حتى عشان إنما المؤمنون إخوة إن إحنا نعمل إيه؟ نبقى محبين لبعض. لا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. خلي بالك ما تتشجرش مع أخوك لأن الدنيا زايلة، آخرتها هي الكفن والقطن زي ما بنقول وكلنا عارفين. ادي أختك حقها، ما تظلمش. المواريث ربنا شرحها، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. القرآن شرعه، اداك حقوقك ووزع المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. الولد ده أخ والبنت أنثى، الولد بياخد كومين. طب ليه؟ ما هو الشرع واحد بس احنا مش واخدين واحد. زوجتي بتجيب كوم من عند أهلها، بتجيب تلت من عند أهلها، وأنا باخد تلتين من والدي. طب تلت زي التلت زي التلت يا أستاذ محمد، 3 أتلات هيدونا واحد، والواحد هو مين؟ هو الله. يبقى أنا لازم إن أنا أكون عارف إن الناس متساوية. حتى الورث الناس مفكرة إن الراجل بياخد أكتر من الست، لا والله، أحيانا الست بتاخد أكتر من الراجل. ما هو ربنا شرحها. أنا فقير غني فبورث من أبويا كومين، وزوجتي بتورث من عند أهلها كوم، يبقى ال3 أتلات يدونا واحد، لأن اللي مشرع هو الإيه؟ الواحد. أنا لقيت أخويا واخد جنب مني، الموقف ده حصل معايا والله، وكلنا بنتعاق، وأخويا مخاصمني، أعمل إيه؟ آخر يوم في رمضان عزمته يفطر معايا ما رضيش يجي. رحت جاي على نفسي شوية ورحت متطفل عليه وسلام عليكم في آخر يوم في رمضان، وقعدت أفطر معاه غصب عنه. أصل أخويا ما قدرش يتنفس، قال لي اتفضل، وزوجته رحبت، وبدرنا بالمحبة والإسلام. يبقى خليها أؤثر على نفسك شوية ويأسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. طيب يا عم، إحنا عايزين نتمتع بقصة صغيرة كده، وما ربنا سبحانه وتعالى أمرنا برضو. طيب
ربنا بيقول في القرآن الكريم في آية عشان نعرف الإخوة المحمودة والإخوة المذمومة. إن المبذرين كانوا إخوان إيه؟ الشياطين. طب ليه أنت تبقى أخ للشيطان؟ لما تخاصم أخوك فأنت الشيطان مبسوط منك، لما تخاصم جارك فالشيطان مبسوط منك. يبقى أنت لازم تحفظ الآية دهيت في سورة الإسراء رقم 27 يا مولانا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ما تبذرش، معاك مال يبقى انفقوا في صلة الأرحام. أقرب الناس ليك مين؟ أخوك وأختك وعمك وخالتك، الأسرة والعصبة وصلة الرحم. فعلينا أن نجاهد أنفسنا ونتقي الله عز وجل في كل الأمور. تعال نشوف ربنا بيخاطبنا في آية في سورة الحشر رقم 10 بيقول لنا إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، إخواننا إيه؟ الذين سبقونا إيه؟ بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب الآية بقى الجميلة اللي تفرحنا لما نبقى حلوين ونحب بعض، حتى لو احنا متنا متخاصمين ربنا هيألف بيننا. فألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا. ربنا بيألف. يقوم يوم القيامة يجي يقول لك تعالى يا محمد، تعالى يا ثروت، تعالى يا علي، تعالى يا إبراهيم، تعالى يا سهير، تعالى يا إيمان، تعالى يا عائشة. ونزعنا ما في صدورهم من غل. ياه، إخوانا على سرر إيه؟ متقابلين. شوف الفرحة الحلوة. يبقى احنا لابد ان احنا نحافظ على الأخوة في الإسلام ونبقى حلوين كده. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. لما أرجع وأتوب أنت بقى هنا هتقيم شرع ربنا، هتبقى أخ مقرب إلي وتبقى. وربنا قال إخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون علينا بأنفسنا. نختم بالقصة الجميلة دهيت كده. ورد إن أب كان عنده ولد وبنت والحالة غير ميسورة والولاد عايز يعلمهم. فأتت المرحلة إن هم وصلوا لمرحلة، طيب البنت عايزة تخش كلية والولد عايز يخش، البنت كانت في الثانوية والولد على باب كلية. فقال الأب تعالوا يا أولادي وجمعهم كده على محبة الأخ والأخت وقال لهم اسمعوا، أنا مطلوب منكم واحد منكم النهاردة هنضحي بالبنت ما تروحش التعليم، وانت يا ابني خش الكلية، وانا هقدر ان انا اجي اوفر المال وفي سبيل العلم، اطلبوا العلم ولو في الصين. فاذا بالاخ يضحي بنفسه ويقول لا يا ابي، اختي تتعلم وتكمل تعليم وانا الراجل انا اللي ايه اعمل واشتغل. وبدا الولد يشتغل وخلى اخته تكمل من ثانويه لكليه 5 سنين وهو يجتهد ويصرف، وبقت البنت متخرجة من كلية وأخوها ما كملش التعليم. الأخت بقى ربنا رزقها وخدت الشهادة واتجوزت واحد دكتور وملياردير ومعاه فلوس كتير. عرضت على أخوها إن هو يجي يشتغل في مال زوجها. من كبرياء وحبه لأخته عشان ما يحرجهاش قال آسف أنا مش هشتغل مع زوجك. يعني لما كنت بعمل كده كان محبة في الله ورسوله. يبقى انت كتر خيرك. ولذلك في يوم من الايام راح يزورها في الكلية وهي قاعدة مع زمايلها في بيسموها ايه بيوت الجامعات دي، الطلبة يعني اللي بيسكنوا فيها دي. فلقي كل الطلبة لابسين حاجة كده يعني زي الطوق اللي بيحطوه كده، بنسة شعر شكلها يعني جميل كده وكلهم موحدين كده ما عدا اخته. فطبعا هو بينفق عليها واللي جاي على قد اللي رايح. فقال طبعا اذنكم، وقال لاخته اوعي تقولي ان انا اخوكي عشان مش يشوفوني كده يعني بثياب العمل ومتبهدل وحاجه كده، كبر بيها. أيوة. وبعدين راح مشي طلع بره وقعد يدور لما جاب لها الورده الجميله ديت المشبك دي، واجى قدام البنات وقال انا احد اقاربها وقريب منها وجاي لها وخدي ديت كده ووطى عليها كده. قال لها مش خساره فيك ان انت تلبسي المشبك زي جميع زمايلي. فأثرت في نفسها خلته مشي من هنا. تعالوا يا بنات، تعالوا يا أصدقاء، تعالوا يا أحباب جميع الطلب، تعرفين مين اللي كان حداده؟ أخويا وفرحت وهو اللي بيصرف عليا وهو اللي عمل. طيب أخوها لما رفض الشغل مع زوجها
قام قالت له تعالى احنا معانا راس مال وعايزين نشاركك، وانت طلعت من التعليم وثروتنا ناس فلاحين، هتشاركنا نعمل مزرعة ماشية. نعم. احنا بمالنا وانت بمجهودك، ويا عم هنكتب عقودات والجنيه اللي هتاخده هناخده، يبقى انت النص واحنا النص. وزادت الثروة ونمت وكبرت بحب الأخ لأخته وحب الأخت لأختها، والأب عاش مسرور والأم عاشت مسرورة، فإنما المؤمنون إخوة. وقلت لك في بداية الكلام وفي وسط الحديث يا أستاذنا يا إعلامي يا بارع، ربنا يوفقك في قناتك يا رب، إن اللي بتعترس كده وهو ماشي بيقول أخ، فلا بد إن إحنا نحافظ على الأخوة، لابد إن نقف مع أختي. مش معنى إن أنت إلك أخت وبتروح تودي لها موسم إن ده هو البر، لا، ده أنت تروح تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، يبقى تبسمك في وجه زوجتك وفي وش أختك وفي وش أمك زكاة. نعم. فريضة، ما تزعلهمش، ما تسيبش أختك بايتة حزينة، لو جاية عندك زعلانة طبطب عليها وقول لها بيتي هو بيتك، بس عيالك أولى بيكي، أنا سيعك هنا. واروح لزوجها واقول له بالحسنى يا أخي اديناها لك بالمعروف، لو أختي لها حاجة عندي في المواريث ما زعلهاش، أنا واخد كومين، تعالي الحتة الحلوة ليكي يا أختي، لأن أنا هجيب زوجتي اللي هي تعتبر امرأة غريبة عن الأسرة، حتى أعاملها زي ما أنا بعامل زوجتي، أعاملها لأن أختي هي اللي هتحزن عليا. زوجتي لا، واتطلقت الشرع حلال 4 وهي أخت نحافظ عليها، لكن أختي لا تطلق ولا تهان ولا هقدر أفارقها مدى الحياة، ستظل تحمل اسم أبي وتحمل اسم أمي في شهادة الميلاد، إنها الأخت، إنه الأخ، إنه الأخ. يا أخي يا مسلم يا موحد، لو بينك وبين أخوك شجار ضحي شوية، اعدلها بميزان العدل، تعالى يا أخويا هنقسم مع بعض. شوف أبوك كان قاعد على الطبلية زمان وعلى السفرة وبيعطيك أطيب ما في الطعام وبيحرم نفسه هو عشان أنت ابنه، وبيساوي بينك وبين أخوك وبيعطيك وبيديك وبيصرف عليك وبينفق عشان تبقى سند ليه وولد صالح يدعو له. إن لم نكن عصبة كده في المحبة ونكن إخوة في المحبة، فهنجيب منين محبة؟ ليه الناس يبصوا علينا يقولوا ولاد فلان تتخانقوا في ولاد فلان؟ طب ليه برضه ولاد فلان حلوين وعايشين وحلوين وتمام؟ أنا أعرف أسر مختلفين ومتخاصمين يا حبيبي يا أستاذ محمد يا ثروت، وبعدين قدام الناس حلوين ومع بعضهم ده برضه بننصحهم نقول له إيه؟ أنت إزاي تبقى قدام الناس كويس وإزاي تبقى بينك وبين أخوك مش كويس؟ يعني ما تظهرش قدام الناس إن أنت بتتجمل وحلو وده أخويا وتدافع عنه، لا يا حبيبي، ضم أخوك في بيتك، بدل ما تعزم صاحبك اعزم أخوك، بدل ما تعزم الجيران وتعمل هلمة، خيركم خيركم لأهله، هات أخوك في حضنك، أخوك لو محتاج. أنا أحكي حكاية على أرض الواقع في قريتنا، أخ حبيب أيام ما كنت أنا بصلح ثلاجات وحاجات، فتبقى عنده 10 جنيه، ال10 جنيه دي مكسب، فكلمت أخوه الكبير، يا الصغير يا أخوك يا أخي حالته حلوة وأني رحت واشتغلت واجتهدت وعرقي ادي الأجير أجره، فاتصل بالهاتف، شوف الأخوة، ألو يا فلان، الله يرحم الاثنين بقى في دار الحج وإحنا في دار الباطن، أنت عليك 10 جنيه، قال ده هو عايز فلوس وعايز 10 جنيه وكده حلو، قال هو قال لك هات له 10، قال راح مطلع 10 جنيه مديها. الله، شوف معنى الأخوة، شوف معنى الرباط في الإسلام، والأخوة محبة في الدين بين المسلم بين المسيحي. نعدينا أحداث 11/11، مصر آمنة بالمحبة بالأخوة بالتآلف بالوحدة الوطنية، مسلم مسيحي، لأن إحنا في بلد واحد وكيان واحد وبنشرب من نيل واحد وعلى أرض واحدة، لازم نخاف على بعض. ربنا سبحانه وتعالى جعل حتى الإخوة، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل على الجار اليهودي، سيدنا النبي بجلالة قدره بيسأل على الجار اليهودي حتى أسلم يا أخي، المحبة. فما بالك إما بتسأل على أخوك؟ طب أختك يا أخي لو في شوية كده قولي لها ألو السلام عليكم كل سنة وأنت طيبة بالتليفون يا أخي، ما تخليش الباقة بتاعتك على قد النت والفيسبوك وكذا وكذا، خليها فيها صلة أرحام، خلي فيها التلت والتلتين لله الواحد الديان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الإخوة المتفرقين وأن يصلح فساد قلوب المختلفين والمتخاصمين، خاصة الإخوة بنات ونساء ورجال، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين،
واجعلنا إخوانا متحابين، واجمعنا على سرر في الجنة إخوانا متقابلين، وانزع ما في صدورنا من غل في الدنيا وفي الآخرة. ووفق يا رب العالمين، وفقنا لصلة الأرحام وحب الأخ لأخيه والصديق للصديق. يجعلنا يا رب العالمين من الذين يوم القيامة لا يفرون من إخوانهم كما أمر القرآن. اجعلنا نتآلف في مكان واحد، واجمعنا بصحبة نبي واحد وجميع الأنبياء سيدنا محمد في الفردوس الأعلى. اللهم أصلح فساد القلوب، وأصلح يا رب ما أفسدته الدنيا وطمع النفوس، وأصلح يا رب ما أفسدته المواريث، وأصلح يا ربنا ما أفسده البشر، وأصلح يا ربنا فساد القلوب، وطهرنا وزكينا ونجينا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أتقدم بالشكر للإعلام البارع ووفقه الله الأستاذ محمد ثروت إسماعيل، وسير على ضرب هذا النهج فإنك تقدم نصائح. وأشكر كل من يشترك ويدي لايك ويشاهد. نسأل الله أن تكون هذه الكلمة في ميزان حسنات المشاهدين أجمعين وفي ميزانتنا أخيرا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.